برصاصة مباشرة. حسن، أخبرنا عن هذه المشاهد لو سمحت. هون بداية أول دخولنا لمنطقة صلاح الدين، ومن ثم رجعنا على قلعة حلب. ترفع صوتك قليلا لو على سمحت. قلعة حلب. هون مع الضباط خلال منطقة سيف الدولة. هون بسيف الدولة. هون كمان هون بالملعب البلدي بحلب. هذه الصور قبل الإصابة. قبل الإصابة، كله قبل الإصابة. هذه أيضا كلها قبل الإصابة. كله قبل الإصابة. هون إلى حين ظروف الحياة اليومية بالنسبة للصحافي، يعني حتى تصل صورة الإصابة، ظروف الحياة اليومية بالنسبة لمصور كيف كانت؟ يعني الأكل، الشرب، المكان، الإقامة، المنامة. لما ننزل مع الجيش مثلنا مثل الجيش. لما ياكل الجيش ناكل مع الجيش، إذا ما في أكل نبقى حتى نرجع لمقر الإقامة نحن. حين تكون مع الجيش حسن فقط، لأنه نحن نلاحظ بعض الصور حتى في عز المعركة هناك ابتسامة، يعني هذه هي الإصابة. هل تشعر بأنك متعاطف مع هذا الطرف أو ذاك، أو فقط أنك انقذت من المعركة؟ على طول البسمة تطلع من بعد ما نكون خلصنا الشغل تاعنا، نعرف أنه بنكون. طيب ما هي قصة الإصابة هنا نراها مباشرة؟ مباشرة كنا بمنطقة سيف الدولة، والجيش عم بيقوم بتمشيط المنطقة لإعادتها لطبيعتها. وخلال تنفيذ إحدى المهمات كنت عم نقطع من مكان لآخر، حصل إطلاق نار مباشر من الخلف، فكانت إصابة في الظهر. واخترقت الواقي من الرصاص ووصلت إلى ظهرك حسب ما فهمت. اخترقت الواقي اللي شعرت بصدمة بلحظتها، فهيك بلحظة من اللحظات تخيلت شريط حياتي للحظة، ثم وقفت. خصوصا عندك أولاد. عندي أولاد ومتزوج وعائلتي كانت خارج البلد. نعم. فبهاللحظة هاي خفت شوي، لأخذت مكان آمن، خلعت الدراع لأتأكد إنه ما في إصابة. لفترة نظرت لصدري لأنه قلت ممكن تكون الإصابة خرقت الدراع. نعم. لما خلعت الواقي الدراع طلعت فيه إنه مش مخترق الدراع كليا، طمنت إنه ما في إصابة مؤثرة. ولكن في بقعة كانت على الظهر. في بقعة. بعدين عيطت، ناديت العسكري إنه أنا أصبت، فأعطيتهم الهاتف وصوروا الإصابة لأتأكد إنه مش قادر أشوف أنا لأنه من الخلف. فلما شفت الصورة تأكدت إنه أنا بخير. وهذا عملت اتصال بإيجاريت كانت بعيدة عني، فثابت كانت مقطوعة الخطوط. الحمد لله على سلامتك. أيضا عندنا مقابلة لمصطفى بري أوغاريت. ما هي هذه المقابلة؟ نريد أن نراها الآن مباشرة. تحديدا لما حصلت مسألة آل بري والهجوم على باب النيرب وإعدام زينو بري والمجموعة التي كانت معه، كما يعني رأيتم في المشاهد إعدام أكثر من 300 رصاصة على 6 شباب. كانت هذه المعركة حاسمة، يعني هذه ليست حاسمة ولكن مؤثرة جدا في الشارع في حلب، لأن طريقة الإعدام وعرض الصور والمحاكمة الميدانية أثرت في الرأي العام بشكل كبير. ومصطفى كان أحد الشباب الذين كانوا موجودين في المكان حيث حصل الهجوم من قبل المسلحين. نرى سويا 3 سيارات أجوف بلشوا يطلقوا علينا النار. سيارة تاكسي عادية صيني وسيارة إسعاف بالنص، وراهم سيارة مازدا 929 قديمة. بلشوا يطلقوا علينا النار بغزارة. حسينا هلا صار يجينا مجموعات من كل الشوارع اللي مقابلنا، حتى في معهم عرب واجانب، ما سوريين. يعني شفناهم يعني مواجهه، استلموا اسلحه، معهم رشاشات بكيسيه وقناصات، اشتغلوا فينا. كيف عرفت الاجانب والعرب؟ يعني من شو؟ كيف عرفتهم؟ من منظرهم، من حكيهم، صاروا يصيحوا لبعضهم، اللهجه. بتقدر تقدر العدد تقريبا للي هجموا؟ يعني اول ما اجوا هدول السيارتين بنا ما في غيرهم، بقى طلع في بيجي 200 300. انا كنت واقف على الباب، دخلت لجوا على ارض الكرم، اجتني طلقه بخاصرتي اليمين بطني، صرت ازحف لحتى اقطع.
اجتني طلقة بإجري، ضليت صرت كملت أزحف، اجتني طلقة بإيدي هون هي، دخلت وطلعت. بعدها اجتني طلقة هون، بعدها طلقة شالت هي الأصبع هي، ايش في جنبه شالته كله. هذا أنا طبيت على وجهي يعني ما فرطت، أكلت طلقة بهاي الإيد، طقيت العظمة بينت يعني إيدي ارتخت ما بقدر أحركه. بعد شوي اجتني طلقة كمان بالكف، ضليت أزحف للشباب، شافوني وصلت عند القفا عند الباب شالوني. ضليت شي 2.5 3 ساعات لأجتنا سيارة حتى حطونا فيها مشان يسعفونا. ما لنا مستعدين لكل هالسلاح ولكل هالذخيرة اللي ضربونا فيها أكثر. يعني لن نكمل كل هذه المقابلة، هي مقابلة طويلة طبعا، ونكرر بأنه القتلى يسقطون من كل الأطراف وليس من طرف واحد. الحرب تستعر للأسف